الناس اتريقت عليه وما يعرفوش إنه بطل عالم في السباحة. قالوا مش عارف يقول كلمتين على بعض للعروسة، وكل ما يحب يكلمها يجيب أبوه يقول لها الكلام. مين هو أيمن صبور؟ وليه الكل كان مصدوم من خبر جوازه؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. فيديوهات قلبت السوشيال ميديا لعريس وعروسة باين عليهم إنهم في العشرينات من عمرهم. العروسة كانت طبيعية، أما العريس كانت نظراته تايهة شوية ومش عارف يجمع الكلام، ولو اتكلم على الأغلب بيكون تكرار لكلام العروسة أو الناس اللي حواليه. أما عن أهله فما سابوهوش لحظة وكانوا طول الوقت واقفين جنبه وطايرين بيه جدا. الناس بدأت تهاجم الفيديو ده من غير ما تعرف هما مين، وقالوا إن العريس ما يجوزش ليه الجواز لأنه باين إنه ذوي احتياجات خاصة، وقالوا تعليقات سلبية تانية زي إن كل ما يحب يقول كلام حلو للعروسة بينادي باباه علشان يقولها له، والانتقادات كانت كتيرة. لكن محدش كان يعرف إن اللي بيتريقوا عليه ده بطل عالم في السباحة واسمه أيمن صبور، عنده 22 سنة، طالب في كلية السياحة والفنادق جامعة القاهرة. واحد من النماذج المشرفة في مصر ونموذج يضرب بيه المثل في العزيمة والإصرار وقهر المستحيل. رغم إن عنده طيف توحد لكنه فاز بأكتر من 3 ميداليات أولمبية في الأولمبيات الخاصة لسنة 2019، وحقق أيمن أرقام قياسية في بطولة الجمهورية 2021-2022، وكان أول واحد بيخوض تجربة العوم في النيل سنة 2016، وكرر التجربة في 2021 واتكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفلة قادرون باختلاف. وأيمن مش هو البطل الوحيد في عيلته، ده كمان أخوه أمير بطل رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن الكلام ده كله ما منعش الناس إنها تسأل نفس السؤال، هو أصلا يجوز إن أيمن يتجوز؟ ومن شروط الجواز إن يكون سليم عقليا ونفسيا. الحقيقة إن أيمن مش بيعاني من أي مشاكل، ومرض طيف التوحد عنده بدرجات خفيفة وأولية جدا، وده بيسبب له مشكلة في التواصل بس، لكنه مدرك وواعي بكل حاجة حواليه. والدليل على كده إنه حقق إنجازات كثيرة في حياته، وإنه كمان واقع في قصة حب واتجوز، لكن برضه الناس كانت شايفة إنه ده قرار غلط من أهله، وإن المفروض حد في حالته ما كانش اتجوز. دلوقتي جدوركم تقولوا لنا ايه رأيكم في جوازة أيمن صبور، وهل فعلا هي لا تجوز زي ما الناس بيقولوا؟ سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات.